هي الكرة بتاعتي فين؟ وعايزها ليه؟ وحشتني ونفسي أشوفها. هكون عايزها ليه يعني يا ماما؟ أكيد عايزة ألعب بيها يعني شوية. انت عارف انه مفيش لعب كورة في البيت، وبعدين ما انت هتلعب في التمرين براحتك النهاردة. هلعب بس بيها شوية صغيرين ومش هكسر حاجة. يوسف، الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير ومفيش كورة. طب انت مخبياها فين؟ يوسف، وبعدين معاك ورايا شغل كتير في المطبخ. طب ليه مش عايزين ألعب بيها؟ واضح انك نسيت لما لعبت بالكورة حصل ايه. بس انا هفكرك، مرة الجيران اشتكوا من الهبد بتاع الجري، ومرة لمبة اتكسرت في النجفة، ومرة خلاص. مين قال ان احنا نلعب كورة في البيت؟ انا هلعب في التمرين. ايوه كده، ابني حبيبي العاقل. بعد اذنك يا ماما. اتفضل يا حبيبي. ماما لما بتخبي حاجة بتخبيها في اوضتها، فاكيد الكورة هنا، وانا لما الاقيها هشيلها لغاية ما تيجي الفرصة وهلعب بيها، وهخلي بالي يعني مش هكسر حاجة. يا ترى بقى مخبياها فين؟ يا ولاد، أنا داخلة أنام ساعة، خلي بالكم من ليلى. نامي وارتاحي يا ماما، وأنا هخلي بالي على ليلى. يوسف، ما تشوف حاجة حلوة كده نتفرج عليها. ألو؟ أيوة يا نيلي، أنا كويسة، وإنتي؟ إيه ده بجد؟ بتهزري؟ طب احكيلي بالتفاصيل إيه اللي حصل. الحمد لله ماما نامت واخواتي في الأوضة، ألعب براحتي بقى أما أروح أجيب الكورة. يا خبر، الموبايل اتكسر، هعمل ايه دلوقتي؟ وماما هتعمل فيا ايه؟ الموبايل شاشته اتكسرت. أنا هرجع الموبايل مكانه على الترابيزة وهخبي الكورة. أخبي الكورة فين؟ أنا لازم أخفيها في حتة ما تخطرش على بال حد. أيوة، بس تحت السرير. يلا يا لولا، شيلي اللعب من على الأرض. فريدة، لو سمحتي تعالي ساعديني. نعم يا ماما. ممكن تساعدي ليلى تلم اللعب علشان عايزة أوضب. حاضر يا ماما. هو بابا جاي إمتى؟ المفروض قرب يجي، ممكن أكلمه وأطمن عليه، وكمان يجيب حاجات للبيت. وتأكدي إنه جاب لي الشوكولاتة اللي قلتله عليها. إيه ده؟ إيه اللي كسر الموبايل كده؟ مش عارفة، أنا كنت في أوضتي. ماما، أنا رايح التمرين مع سيف. إيه ده؟ مالكم؟ تليفون ماما اتكسر يا يوسف. إيه ده؟ بجد؟ إزاي؟ مش عارفة، ماما لقيته مكسور على الترابيزة. أكيد يعني ليلى اللي كسرته. ما هي على طول بتلعب بيه، أو ممكن يكون وقع منك وانتي مش واخدة بالك. معلش يا ماما، يلا أنا نازل بقى عشان سيف وبابا تحت. سلام. معلش يا ماما، ما تزعليش، ممكن أكلم بابا من تليفوني. هو إيه اللي بيخبط ده؟ معقولة؟ يوسف اللي طلع الكرة من ورايا؟ يبقى هو اللي كسر الموبايل بقى كده يا يوسف. مساء الفل يا بابا. مش أنا النهاردة كنت إيه ده يا ماما؟ انتي طلعتي الكرة اللي انتي كنتي مخبياها؟ أنا لقيت الكرة تحت السرير بتاعك وأنا بنظف. هو أنت اللي أخدتها من عندي؟ أنا لأ، ما لعبتش بالكورة، ولا أنا اللي كسرت الموبايل. دي ليلى. يوسف، أنا وماما بنحبك، بس محتاجين نعرف الحقيقة علشان نقدر نساعدك من غير ما تخاف أو تكذب. اهدى يا يوسف، ما تخافش يا حبيبي. طيب ممكن تقول لنا إيه اللي حصل بالراحة؟ أنا أخدت الكورة من الأوضة بتاعتكم، وماما كانت في المطبخ، ولما دخلت تنام وفريدة دخلت أوضتها وليلى وراها، قعدت ألعب بالكورة، وبعدين وأنا بشوطها وقع الموبايل. بس صدقيني يا ماما، غصب عني، ما تتضايقيش مني. أنا مش متضايقة منك، أنا بحبك يا يوسف، لكن أنا متضايقة علشان أنت كدبت عليا.
وكمان زعلانة على الموبايل لأن تصليحه هيكلف كتير. يوسف، إحنا عايزين نتفق إننا نتكلم مع بعض بصراحة وقول لنا الحقيقة مهما حصل. اتفقنا؟ أنا آسف يا ماما. اتفقنا يا بابا. ماما ممكن ما تتضايقيش؟ بصي أنا عندي فكرة، ثواني وهاجي. هو راح الأوضة يعمل إيه؟ ماما دي كل الفلوس اللي أنا محوشها عشان أقدر أجيب عجلة، بس أنا عايز أصلح اللي أنا عملته وأدفع تمن تصليح الموبايل. هما مش كتير يعني، بس ممكن يساعدوا. شكراً يا يوسف. شكراً إنك عايز تساعد وحسيت بالمسؤولية، لكن ده مبلغ كبير عليك قوي، فأنا هدفعه مكانك. بجد يا بابا؟ بجد يا حبيبي. أنتم أحلى بابا وماما في الدنيا.